بعمرك لاحظت انه توم كروز دايما بيركض؟ ليش هالركضة صارت ايقونية لدرجة انه ما في فيلم بدون هالركضة؟ لك حتى بايو الانستغرام تبعه الركض في الافلام منذ 1981. الحقيقة انه لقطة توم كروز وهو بيركض صارت رمز لانه كول. شعره المتطاير وطريقة تصوير اللقطات وانه عم يعمل هذا ببدلات فخمة كلها بتضيف عامل رهيب. هي غير انه مبين سريع، وهو سريع فعلا. بعض الناس حللوا سرعته بالافلام وطلع بيركض 24 كيلومتر بالساعة، يعني تقريبا بسرعة لاعب كرة قدم. في دراسة أكدت إنه الأفلام اللي بيركض فيها توم كروز عن الأفلام اللي ما بيركض فيها كانت أنجح بأفرج 175 مليون دولار. أكيد رح يضل يركض ورا المصاري.